لما بيكون عندي مناسبة وعايزة اعمل لي تنظيف بشرة بس ما فيش وقت معايا، اسرع حاجة بعملها اللي هي جلسة تنظيف بشرة. هنقول 7 مراحل، بس هما مش 7 مراحل قوي، بس انا عايزة انضف بشرتي واللي بتنجزني في الوقت ده الديرما بلاننج. الديرما بلاننج حلوة جدا جدا للبشرة. انا مش قادرة اقول لكم على جمالها وفوائدها للبشرة، هتشوفوا في الفيديو كل حاجة بعينيكم. اول حاجه انا عملتها، غسلت وشي بالغسول بتاعي المناسب لبشرتي. بعد كده نشفت بشرتي بطريقه الطبطبه. بعد كده رحت عامله البخار. البخار عملته 7 دقايق بالظبط. رحت جايبه بقى من الماسكات المفضله ليا ماسك بوبانا. انا بحب كل الماسكات بتاعتها. عملت كده سكراب حلو، فتح لي بشرتي زي ما انتم شايفين، هو ده بالكولاجين والعسل، حلو جدا جدا. بعد كده هبدأ بقى ان انا استخدم الديرما معاكم. الديرما بلاننج ما تعملهاش لنفسك. ديرما بلاننج ما تعملهاش لنفسك. يفضل اللي يعملها لك سيربس او متخصصة تبقى فاهمة هي بتعمل لك ايه. الديرما بلاننج ليها كذا طريقة. انتوا شايفين الياعي اللي طالع؟ بلاوي. انا عايزة بس اخليكم تشوفوا خطوة اللي هي اللي جاية دي. في البشرة هي بتفتح لك بشرتك درجتين. بتشلك الشعر الوبري، ما بتشيلش الشعر. ما بتعتمدش على ازالة الشعر يا بنات. بتشيل الشعر الوبري، بتنضف لك بشرتك، كمان بتفتحها لك درجتين. اللي بتشيلك كمان القشور في البشرة. انتوا شايفين اللي طالع في القطنة؟ القطنة ما بتكدبش يا بنات. عملتها. طبعا بحط حاجة كده بسيطة زي ترطيب كده بسيط على البشرة، وببدأ ان انا استخدمها. بعد ما بخلص لازم اهم حاجة ان انا اعملها ان انا ارطب بشرتي كويس. انا بقى عملت ايه؟ رطبت بسيرم فيتامين سي بتاع ديزار. بحبه جدا جدا، سعره حلو. بشوف ان هو من المنتجات الحلوة بتاع ديزار. يعني منتجات ديزار يعني حلوة جدا، وانا استخدمت كذا حاجة منها عجبتني. ترطيب، نعومة. انا مش قادرة اقول لكم على الجمال. لازم لازم الديرما بلاننج تتعمل كل شهر مع جلسة التنظيف بتاعتك. دي مهم جدا، وانا لو ما عملتش تنظيف بشرة لنفسي لازم اعمل لي جلسة ديرما بلاننج. شايفين الياعي اللي طالع؟ حاجة مهمة يا جماعة. الشفرة اللي احنا بنستخدمها بتستخدم مرة واحدة بس، ما ينفعش تستخدم كذا مرة. حاجة كمان، ما ينفعش انت تستخدميها وغيرك يستخدمها استخدام شخصي ومرة واحدة وبترميها. شايفين البلاوي اللي طلعت من البشرة؟ عايزة اقولك انا لما بيكون عندي مناسبة سريعة ومش في وقت معايا ان انا اعمل تنظيف بشرة، بعمل الديرما بلاننج. بتروق بشرتي جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين اول الفيديو لاخر الفيديو البشرة بقت عاملة ازاي. خلصت، شيل الشفرة بتاعتي وارميها. بس كده، ما بتستخدمش تاني. خليكم بس شايفين ايه اللي طلع في المنديل، واتمنى ان انتوا تجربوه.